جهزت حالها لحتى تروح على عرس حبيبة من بنت تانية غيرها. لملمت دمعاتها وكتمت وجع قلبها بإيدها وحكت لحالها: هاي الليلة بالذات لازم أكون قوية كتير. ومن ناحية تانية ورح أعطي حالي وعد أني ما حنمل ولا أسمح لقلبي يدقله. رح أكون قوية معه وحتى بدونه. إجا وقت العرس وراحت على الصالة، ولما لمحت بطرف عينها عيونه خرب كل شي وخالفت بكل وعودها. صارت إنسانة ضعيفة وبدها بس ترتمي بحضنه وتبكي. شو صار فيني؟ ليش حاسة إنه هالليلة بالذات كتير تقيلة علي؟ ما رح أحسن أتحملها. من هلأ فرط قلبي كأنه شي تمثيلة وبالأخير رح تخلص. ولك يا ريت تكون هيك ويرجع بعدين لحضني. ما عاد تستوعب إنه فعلا انتهى كل شي. الحلم الوردي صار لبنت تانية وفارس أحلامه ترك للفرس وهرب. ولك حتى فستان العرس صارت ريحته بعطره. البيت والولاد والعيشة الهنية راحوا. ليش وكيف ما حدا بيعرف. صار وقت المباركة والبنت طبعا اجت لتبارك له. قربت من العريس وحكت له: عيونك سادة أكتر منك، لأنه أنت بتفرجيني الأسى ونظرة عينك بتعطيني الدفى. ألف مبروك، ربحت قلب مات بحبك ووصيته كانت هي الليلة معك. العريس ما طلع بعيونه، خجلان من عملته يلي عملها. خجلان لأنه ما طلع رجال وسندها، بدل هيك كسرها. والبنت قربت من العروس وحكت لها: اهتمي فيه منيح ولا تنكدي عليه، لأنه هو متعود على الحب يلي كنت أعطيه إياه أنا. استغربت العروس من كلامها وسألتها: مين بتكوني انتي؟ والبنت رفعت راسها وهمست له: أنا يلي حلمت وأنت يلي حققتي حلمي.